خوتي الحبايب، السلام عليكم. ايت ماذا يسمع زرخكم اني مجام. الله يسمح لنا مشينا وصافي. كانوا كيقولوا ان السيارات المغربيه اللي كنصدروا للخارج هي كنصدروها فقط، كنعمروا ليها البنوات، كنفخوا ليها الرويض وكنصدروا لهم الريح. يعني حنا كنصدروا الريح المغربي، وديك الطائرات اللي كنصنعوا هنا راه ما كنصنعوا لا طيارات لا حتى شي حاجه. وحتى الصناعه الثقيله، الصناعه الحربيه، الدبابات واجزاء الطائرات والطائرات اللي ولينا كنصنعوهم هنا في المغرب، وكذلك الذخيره. يعني هذا الشيء ما كاينش منه، هذا الشيء قالوا واحد السيد وحنا كنقولوا كذلك قال واحد السيد اللي هي يعني حقيقه. وهذا هو الخبر الصحيح واليقين، ان وزير الصناعه المغربي فاجأ المغاربه بواحد الخبر اللي هو زوين بزاف وغيعجب كاع المغاربه بدون استثناء طبعا، وانا متاكد. ولكن كاين الناس اللي ما يعجبهمش الحال، وربما تجيهم غير الله اعلم، هذاك شغلهم. لكن اللي كنقول لكم انه قريبا سوف تطرح في الاسواق المغربيه سياره من نوع نيو ماركه نيو، ماركه 100% مغربيه، غتصنع في المغرب والسميه مغربيه. غيتصنعوا جميع الاجزاء ديال السياره هذه غيتصنعوا في المغرب. وصرح ذات الوزير انه السياره يعني مرت بجميع الاختبارات داخل المغرب وخارجه، وهذه الماركه هذه غتكون مغربيه 100%. ما يبقاش المغرب ينفخ الرويض كما كيقولوا شي ناس. حنا راه ما كناش كنفخوا الرويض، كنا كنصنعوا السيارات يعني نسبيا مغربيه 50 60%. لكن حاليا غتكون 100% صنع مغربي وماركه مغربيه، ماركه مسجله مغربيه، اسمها نيو. وغتكون سياره خاصه كتمشى بالبنزين يعني ليسونس، قريبا في الاسواق المغربيه. والثمن ديالها كيتراوح ما بين 170 الف درهم، يعني 17 المليون مغربيه. هذا خبر زوين ومبروك للمغاربه ديالنا كاملين. وكنقولوا لهم انه المغرب ما تبقاوش تنفخوا غير رويض، الله يخليكم. بقاو تنفخوا لنا الحديد، نفخوا الحديد وصدروه على برا باش الناس يتيقوكم. الله يجازيكم بخير، راه ما كيصدقوكمش.